شد يا نجم. ورشة الأبطال، مصنع الرجالة، عنبر لسود. شد بقى. خلص. كبير انت الحجار. الوحش الوحش اهو. اسال عليه. الوحش اهو. الوحش اهو. هو ده كلامه. السلام عليكم يا رجاله. ايه اللي جابك هنا يا شوكت؟ جاي لاخويا. اخويا اللي ما بيردش عليا في التليفون وبيطرب مني. خش في الموضوع يا شوكت. الجوازه بتاعت البت مش هتتم الا لما كبير عيله الحجار يوافق ويحضرها. ولما انت بتفهم في الاصول قوي كده، ازاي توافق ان حريم عيله الحجار تتجوز واحد من براها؟ ريا لطفي البت بتحبه. بقى تسيب صبر ابن اللي من دمنا وتجوزها حته عيل تافه لا نعرفه ولا يعرفنا؟ وطي صوتك، الواد بره. بره بيهبب ايه؟ راح لك البيت ما رضيتش تقابله، راح لك الشغل قالوا له انك مسافر، وانا مفهمه ان الجوازه دي مش هتتم الا لما الكبير يوافق. ازاي؟ انت جننت؟ اشتركت وقت ولا ازاي؟ عيلة الحجار كلها ابطال، ولا نسيت يا شوكت؟ وعلى كده عريس الغبره ده له في الرياضه والبطولات. هو بيحاول زي ما تقول كده، بيشتغل على نفسه. يعني ايه ده؟ مساء الخير. ايه اللي قلعك؟ ما انا كنت لازم اقلع يا عمي، انا داخل ساونا. هو انا رايح ساقية الصاوي؟ الله يخرب بيتك، كان قربوا يقتنعوا. اقعد اقعد يا حبيبي، اقعد لما اعرفك على عمام العروسه. اقعد. نشأة الحجار، اخويا الصغير، بطل العالم في الجله. تسمع عن الجله؟ لا اسمع عن الكل اللي بتلزق الجزم. وبكل فخر اقدم لك نجم العيله، اخويا الكبير لطفي الحجار، بطل العالم 12 مره على التوالي في رفع الاثقال. تشرفنا يا كوتش، تشرفنا. اما ده بقى صبر لطفي الحجار ابني. ربنا يخليهولك. ابني هو حد انكر؟ ربنا يخليهولك. بطل العالم 3 مرات في كمال الاجسام. تسمع كمال اجسام؟ لا اسمع كمال ابو ريا. عمر مهندس ديكور كبير، بيحب نسمة قوي. وتفتكر واحد زيك يقدر يحمي نسمة؟ احميها من ايه بس يا عم؟ هي عليها طار ولا حاجه؟ انا بحذرك يا عمر، اي عوق او البنت تشتكي منك في يوم انت عارف هيتعمل فيك ايه. انا اتعمل فيا خلاص يا عمي، انا اتعمل فيا. طب انا بقول يا جماعه فرصه سعيده قوي، ويعني انا اتشرفت، ودي دعاوى الفرح قبل ما تدوم في ايدينا كلنا. واستاذن انا. على فين؟ انت مش مستحمل الصهد ولا ايه؟ الساونا اكتر مكان بيبان فيه قوه التحمل. صبري ايدك يا عريس. يا عم احنا هنلعب كيلو باميه ولا ايه؟ عارف مسمينا عيلة الحجار ليه؟ ليه؟ عشان قلوبنا انشف من الحجر.
by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. ألف مبروك. توحشيني يا باكو. مبروك يا عمر. باكي هتوحشيني يا باكي. هتوحشوني. هو ايه النسبه اللي هتوحشوني؟ وانت هتتجوزي ولا مسافره ليبيا؟ فرحانة قوي، فرحانة قوي يا عمر ان بابي وافق. انت كده فرحانه؟ امال في عزا ابوكي هتعملي ايه؟ مش عارفة. الحقيني يا طنط. ايه في ايه؟ بنتك عماله تعيط، الناس هتفتكر ان انا خاطفها مش متجوزها. معلش يا عمر، انت عارف ان نسمة حساسه قوي، وبعدين بيني وبينك الموقف انا مش قادره كمان. عمر، هو انت مزعلها ولا ايه؟ مزعلها ايه؟ ده كده فرحانه بعد عنك. ده انت هتشوف ايام طين. قولي لها اي حاجه يا طنط. ايه ده؟ سيبوني وارجعوا. بس يا بابا، بس حبيبي قول من نفسك. ها، دي نادين اخت نسمه الكبيره. هي شكلها اختها فعلا. على الله. تروح فين؟ نزل ارقص يا عم. مرقص؟ لا ارقص. طيب هرقص. ارقص. طلعتي ليه؟ تضايقتها يالا؟ كده بابي. ايه يا روحي؟ بابي فرحانة. ايوه صورة لو سمحت. حاسب يا ابني. مش كان زمانك مكان التافه ده؟ بلاش الكلام اللي يفور الدم ده يا بابا، ما تخليش هما تربع الفرحه اللي فيه. حسين عبد الفتاح ابن عمي 12 ميدالية بطولة عالم في رفع الأثقال. اثبت يالا. اوه لا الصراحه بقى انا مش قادر امسك نفسي. انا عايز اقول لك ان انت جيتي في المكان المظبوط. القرنبيط هنا تحفه لدرجه ان ده تاني طبق اعمله منه. بس ده مش قرنبيط، ده بروكلي. قرنبيط او بروكلي او كله بيجيب انتفاخ يعني. ابراهيم زكي صاحب عمر الانتيك. وانا اسمي نادين. انت عارفني بقى. لو في وقت يعني هو في حاجه يا نديم؟ لا يا باشا، هي كانت بتسال عن الخبيزه وانا قلت لها ان هي بتطلع في الشتاء. خبيزه؟ لا انا رشح لك المحشي حبيبي. اثبت يالا. عم كفايه كده، انا سلامين كمان وهجي لي فتاق. خلاص اهو. توتوس بطل العالم في السومو. اهلا وسهلا. توتوس تيو ستي ما طلعش. اللي عدى الجمال ده شفته مرة واحدة. عيني باردة. بتحبني؟ بحبك، انا بموت فيكي. وانا كمان. تعرف يا عمر، انت اول واحد احس معاه بالامان بعد بابي. ما تريحي دماغك الناحيه التانيه عشان رقبتك ما تتوسعش. ها؟ ايه ده ماله ده؟ في ايه؟ بقول لك ايه، اتعدلي كده وتعاملي عادي، تعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجه يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بغل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا، ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه ده؟ بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك، واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريق. ايه، هتضربوا رجاله؟ طب نأجل الموضوع يا جدعان بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج 4 تنفار. يا جماعه انا ارشط من كده بكتير. شخطه واحده الموضوع هيتلم. يا رب يا نسمه، يا رب يا مشعل.
تقولش كده يا عمر. جيب العواقب سليمة يا رب. ايوه يا بهاي، انا مش قلت محدش يقرب لها؟ والله يا كابتن مصر ما حد جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي، مش حد فيكم. دكتور. يا رب خير. خير يا دكتور، طمني. واضح ان الحادثه اللي اتعرضت لها كانت صعبه جدا. ايوه. هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله يا رب. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا دي حاجه في ايد ربنا. احنا عملنا كل الاشعاعات والتحاليل اللازمه، واول ما تطلع النتائج هنطمنكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا اله الا الله. انا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ النبي يا لطفي يا اخويا، انا فيا اللي مكفيني، ارجوك كفايه. نادين. ايوه يا بابي. سبع البروبه جوزها فين؟ في اوضه 305. في ايه؟ الراجل عيان، الزياره ممنوعه. انا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياه والموت، سبتهم يضربوك ومعرفتش تحميها يا جبان. ايوه يا عمي، ما هي دي الخطه. انا سبتهم يضربوني علشان يشتغلوا فيا، فنسمه تهرب بالسلامه. يا سلام! هو انت لسه شفت ضرب؟ على فكره يا عمي، انا اتضربت كل انواع الضرب، فما افتكرش في اضافه ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، احنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. يا جماعه انتوا هتذبحوا بعزه ولا ايه؟ بابي. نسمة فقت. عمي انت هتسيبني متعلق زي البولوس كده؟ انا محتاج انزل عشان اطمن على نسمه. حبيبي انت في الوضع ده محتاج باكواجي ينزلك. نسمه. عمي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وان شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بايدينا. يا جماعه من فضلكم ما حدش يفكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حاله نسمة وصلت لفين؟ نسمه ما عندهاش اي اصابات عضويه، بس واضح من الحاله اللي هي فيها ان الحادثه مأثره فيها جامد. نسمه حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك بخير. مين حضرتك؟ انا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمه، في ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو اللي اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يالا. انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو تصرف. مش مكسوف من نفسك وانت ساعة في اللي جرالها؟ لا مش مكسوف، واعلى ما بخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي الموضوع لأعلى قيادات. الصوت يالا، احنا في مستشفى. يا جماعه لو سمحتوا الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي؟ ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها، لانها انهارت اول ما شافته. والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان نسمه محتاجه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمه، ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربية وسوقت زي المجنونة. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي، مش فاكرة. وانت بتركبي العربيه يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور النسبة كويسة ما فيهاش حاجة، هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمه تروح معاك؟ نسمه هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء يا ساده عشان نعرف نحل الموضوع. نسمه يا بنتي، انت عايزه تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكت وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا كاميليا خدي بالك من البنت واستنوني بره، انا جاي. خير يا دكتور، نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشه،
رقيقه رومانسيه. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسيه الزجاجيه الهشه. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجه. دي نفسيه عامله زي الازاز ال6 مللي، اقل زلطه فيه ممكن تشرخه. زلطه ايه وازاز ايه؟ نسمه تعاني من صدمه عصبيه شديده، ده لانها كانت عايشه طول عمرها في حضن ابوها وعمها، وطبعا دول كانوا مصدر امان ليها. طبعا بعد ما انتقلت لكنفك بصفتك جوزها لقت ان الحضن ده غير الحضن ده، اكتشفت ده وقت العلقه اللي انت خدتها. ما تكبرهاش يا دكتور، دي كانت خناقه عاديه. خناقه عاديه يا راجل؟ ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. والله بص فضحتك بقت بجلاجل. والله فاضل لك خناقتين وتنافس نمبر 1. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ تطلقها وفورا. لا يا سيد شوكت، انا رايي ان الطلاق هيزود الطينه بله، ومن افسد شيء عليه اصلاحه، وعمر افسد الشيء اذا هو اللي يصلحه. انا مش فاهم يا دكتور حضرتك تقصد ايه؟ لو عمر طلق نسمه هنلاقي المشكله هي مش هتتحل، بخلاف اللي احنا هنزود المشكله اكتر بطلاق البنت، والبنت هتقعد في قرابيزك. الله يخرب بيتك يا شيخ، عقدت لي البيت. يا ريتني ما وافقت على الجوازه ولا سمعت كلامهم. المهم يا دكتور طمني، البنت هتخف؟ طبعا، بس لازم تتبعوا التعليمات اللي هقولها لكم بالحرف الواحد. اولا نسمه لازم تعيش حياه طبيعيه. ثانيا ما تحسسوهاش ان هي مريضه. ثالثا وده الاهم، لازم ترجع بيت عمر اي بيت جوزها. انت عليك عامل كبير جدا، لازم البنت تشوف شخصيه غير اللي شافتها في الخناقه. شخصيه تانية ازاي يعني يا دكتور؟ اتنكر ولا ايه؟ انا هفهمك. نسمه لازم تشوف شخصيه قويه قادره على حمايتها في اي خطر. فهمني يا عمر؟ فهمت يا دكتور. الحمد لله على السلامه. نورتي بيتك، اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروسة. الحمد لله على السلامة عمر بيه. عنك. ايه عني دي؟ ايه عني دي؟ شايفني حتة عيل مش هعرف اشيل شنطتين؟ في ايه يا عمر باشا؟ عمر باشا؟ عمر باشا؟ شايفني لابس طربوش قصادك؟ طب انا اسف يا عمر افندي. عمر افندي؟ ده بيتريق عليا. ما تقول استدماره احسن. غور من قدامي يلا، غور. ده اخرة الجواز. لا اله الا الله. عايز يشيل الشنط بدالي، انا راجل. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي يا نسمة، اتفضلي. الحمد لله على السلامة. نورتي بيتك، اتفضلي. ها مش ناوي تطلعي اوضتك بقى تغيري كده وتفكي؟ عشان احنا الليله هنعمل الليله انت الشمس وانا الضو الليله. ايه ده؟ ده انا اقصد يعني انت تقعدي في الحته اللي نفسك فيها وبالهدوم اللي عليكي، ما تغيريش خالص. انجوي انجوي. جعانه؟ بصي بقى انا هعمل لك طبق ريزوتو بالسي فود مش هتاكلي زيه غير في باليرمو. تلفزيونك، كنبتك، نص ساعه الاكل هيكون جاهز. انجوي 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 انجوي. بصوا على الجو، ملوا عينيكم منه عشان هيوحشكم. مش هتشوفوه تاني. هتحموني هحميكم وهبقى شديد ليكم كمان. والخاين جامده قوي. اخويا منصور سيبه عشان خاطري، عشان خاطري سيبه منصور. محمود ولو ظابط هيدخلوا مطرحه. من النهارده مفيش حكومه. انا الحكومه، انا الحكومه. مش هتقولي جبت نمرتي منين؟ انت نسيتي ان انا عضو في جروب فرح نسمة وعمر؟ يا ابن اللعيبه انت مركز لي بقى. نادين انا عندي سؤال، ازاي واحده زيك متسابه لحد دلوقتي؟ ايه متسابه دي؟ انت بتكلم كلبه؟ انا اقصد ازاي واحده جميله وسبور واموره زيك كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انا صحفيه ومعدة برامج، بس بحكم شغلي يعني ما عنديش وقت للجواز والحب والحاجات دي.
طيب سلام سلام سلام. لا 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 استنى، رايح فين؟ هقفل. الله، مش انتي قلتي ما بتفكريش في الحاجات دي وما عندكيش وقت؟ لا يعني ما انا ابتديت افكر. عامل لك شويه ريزوتو من الاخر. حاطط لك في الريزوتو يجي ب 500 جنيه جمبري يا حبيبتي، مش خساره فيكي. اسمع، انت نمتي؟ طب والجمبري؟ مش هتموت، مش هتموت يا كريم. فتح عينيك يا كريم، فتح عينيك، قلت مش هتموت. عمالين نقول الليله هنعمله الليله، انت الشمس وانا الضليله، وفي الاخر طالع شايلك هيله بيله. ده اليوم لهبل ده. فتح عينيك، فتح عينيك يا كريمه، كريمه. منصور، منصور حبيبي. منصور حبيبك؟ يا نهار اسود. طب انت بقى عرفت عني كل حاجه، انت بقى مين؟ انا اسمي صقر الخليج، ده اسمي على جروبات شات مصراوي، انما انا اسمي الحقيقي ابراهيم زكي. عندي 33 سنه، برج الدلو، ومهندس. مهندس زي عمر؟ زي عمر؟ عمر شريكي في مكتب الديكور على فكره. طب معلش ثانيه واحده كده، طب خليكي معايا عشان عمر بس معايا على الويتنج. انت اتصلت في وقتك يا معلم. ليه في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوز. وانا خلاص قررت اطلق. تطلق؟ انت لحقت يا ابني؟ نسمة بتخني، الهانم بتخني يا ابراهيم. بتخونك امتى وفين يا ابني؟ الهانم نايمه على السرير وعماله تقول منصور منصور. يمكن حد طلع لها في الحلم ولا حاجه. حد طلع لها في الحلم هتقول لها منصور يا حبيبي؟ ايه يا عمر، بلاش نيتك الوحشه دي يا عم. ممكن كان قصدها تدلعك وتقول لك عمور فغلطت وقالت منصور. لا والله، ده انت يا بخت اللي هتتجوزك، ده هتتجوز ثلاجه. اقفل يا ابن العبيطه. صباح الخير يا حبيبي. اعمل لك نسكافيه معايا؟ ماشي. بلاك ولا باللبن يا منصور؟ منصور. نسمة بنت انا بتخونك قطع لسانك، ولا انا بنتي متربيه احسن تربيه. ايوه اللي ربى بتاع مربى. مين منصور ده يا جدعان؟ مين منصور؟ اللي بيلعب منصور. ما ترسوني على التيتا يا جماعه. الله، انتوا اتجننتوا؟ هتتخانقوا مع بعض هنا؟ عيب عيب يا اساتذه، انتوا في عياده الدكتور شبراوي عظيمه، مش موقف ميكروباص. اقعدوا، خلونا نبحث الموضوع بهدوء. ايه اللي حصل يا عمر؟ اللي حصل فضيحه يا دكتور. اتفضل اتفضل، شوف الهانم، شوف الهانم وهي بتطعني في شرفي. منصور حبيبي. هي نسمة كانت تعرف حد ايام الجامعه اسمه منصور؟ كانت بتحب حد ايام المدرسه اسمه منصور؟ نسمة ما بتحبيش عني اي حاجه يا دكتور، والكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. عمر، انا محتاج اعرف بالتفصيل الممل، بعد ما روحتم حصل ايه؟ ولا حاجه. اول ما دخلنا البيت راحت قعدت في الليفنج، فقلت افك جو التنشانه شويه، ورحت فاتح لها التلفزيون ودخلت المطبخ عشان اطبخ. حلو قوي. طبخت ايه؟ طبخت ريزوتو بالسي فود. وانت بتطبخ كانت هي بتعمل ايه؟ كانت هي قاعده بتتفرج على فيلم في التلفزيون. فيلم ايه؟ متهيألي فيلم الجزيره. فيلم الجزيره. انا جدها طول ما انت جنبي. كمل. ابدا. بعد ما الريزوتو جهز خدت الريزوتو ورحت بيه لحد عندها، لقيتها نايمه، ورحت شايلها وداخل على خلاص انا فهمت. فهمت ايه يا دكتور؟ ده يا ساده منصور اللي نسمة بتحبه. نسمة بتحب احمد السقا؟
نسمة مش بتحب احمد السقا، نسمة بتحب منصور، الشخص القوي الشجاع اللي لقت فيه كل الصفات اللي ما لقيتهاش فيك انت وانت بيتمسح بيك البلاط. يا اخي ربنا ينتقم منك، جننت البنت، انت لازم تطلقها وفورا. طلاق ايه يا شوكت بتتكلم عنه؟ البنت بتروح منك. لا يا شوكت، الطلاق هيجيب نتيجة عكسية. انا محتاج اشوف نسمة بره جو العيادة، مش عايزها تلاحظ ان احنا حاطينها تحت الملاحظة، وبعد ما تخلص الملاحظة اقدر انا احدد العلاج. طب وانا المطلوب مني ايه يا دكتور دلوقتي؟ انت عليك دور كبير قوي يا ابني. انا عايزك تهودها على الاخر. لو هي شايفاك منصور اتعامل كانك منصور. اتعامل كاني منصور ازاي يا دكتور؟ طب افرض حضرتك قامت من النوم شافتني فيه في عبده، اتحزم وارقص لها؟ يا سلام، الاكل حلو قوي يا مدام كاميليا، طعم بشكل. بالهنا والشفا يا دكتور شبراوي. يا ترى نسمة بتعرف تطبخ زي مامتها ولا ايه؟ تطبخ؟ ده احنا ما لحقناش نسلق بيضه. هو انت طلبت مني حاجه وانا ما عملتهاش يا منصور؟ منصور؟ الله يخرب بيت منصور، على بيت هند صبري، على فيلم الجزيره. منصور مين يا بنتي؟ لا ده الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ نسمة حبيبتي، انت ما تعرفيش حد اسمه عمر؟ عمر؟ لا ما اعرفش حد اسمه كده. عمر يا نسمة اللي كان معانا في العيادة. هو احنا كان معانا حد اسمه عمر في العياده؟ ده التمرجي بتاعي. تمرجي؟ هي وصلت التمرجي؟ استاذن انا. على فين؟ طالما تمرجي بقى هروح ادي حقنتين وارجع لك. استنى يا منصور، انا عايزك. وانت يا سيد شوكت انا عايزك في موضوع مهم. لسه ما خلصش. الموضوع اللي انا عايزك فيه اهم من الاكل. كما توقعت نسمة عندها أورتومانيا. ايه الأورتومانيا ده يا دكتور؟ الأورتومانيا ديت الاسم العلمي لمرض هوس العشق. المريض بيقع في حب شخصية موجودة في خياله هو بس، زي مثلا نجم سينما، بطل أسطوري، وطبعا بيحاول يعوض الصفات اللي فقدها في شخص عزيز عليه، زي الأب، الأم، الزوج، زي حالة نسمة. يعني نسمة دلوقتي عايشة في حلم، لو فاقت منه أكيد هترجع لطبيعتها وتنسى كل شيء وتبقى زي الفل. أنا مش فاهم حاجة. معلش يا دكتور، هو احنا نتعب حضرتك معانا شويه، ممكن بس تبسط لنا الموضوع شويه يعني نسمة بتحب شخصية منصور في صورة عمر. بعد إذن حضرتك بقى، يعني نسمة دلوقتي شايفاني منصور ولا عمر؟ شايفاك عمر، لكن في شخصية منصور الزوج الذي كانت تتمناه. لا إله إلا الله. سامحني يا دكتور، أنا دخت منك. باختصار يا سادة ومن غير ما أطيل عليكم، عمر بالنسبة لنسمة برواز مرسوم جواه شخصية منصور. أنا مش فاهم حاجة، هنحل مشكلة دي إزاي يا عمي؟ أنت بتسألني أنا؟ حل أنت يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه يا عمي؟ مجوز لك البت وردة مفتحة. أنا ما عملتش حاجة. كانت زي الفل. إيه ده يا عمي؟ جبت لها المرض، ربنا ينتقم منك، بس أنا الغلطان اللي جوزتها كلب زيك. بس بلاش قرف يا عمي، بلاش قلة أدب بقى. إيه ده يا عمي عشان نحل المشكلة؟ أنا اللي غلطان يا عم. استغفر الله العظيم. عمر تحت أمرك. أنت لازم تقهر منصور. أقهر أعمل إيه يعني؟ نادين. نعم. أنت صحفية. ايوه. دبري مقابلة مع أحمد السقا. احمد السقا يا جماعه انتوا بتهزروا؟ ده انا بقالي سنه عايزه اعمل معاه انترفيو، مش عارفه يا اما مسافر يا اما بيصور. يعني عمر مش هيعرف يقابله؟ اسمها نقابله، انا مش هقابله لوحدي لانه مش هيصدقني. وانا مالي يا اخي؟ انت المسؤول عن الموضوع ده يا دكتور. هو في يا جماعه انتوا خدتوا قرار خلاص ان انتوا هتقابلوه مش بالسهوله دي على فكره. الموضوع منتهي. طب وهنعمل ايه؟ سيبونا افكر. خش جوه. يا دباح انزل لي يا دباح. زقت ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ فين البضاعة يا دباح؟ مفيش بضاعة. ده انت بتشتغلني بقى. انا عربي شطة اللي مسمع في كل حتة. أعلى ما في خيلك اركبه يا قرن. شطة. يبقى انت اللي جنيت على موتك وانا اللي يشتغلني هزعله مني ولا ايه؟ ده عند اللي حمره واللي شواه. الكلاب ما يردش عليها غير الكلاب. هو السقا هيطلع ايه من العربية؟ اكيد هيطلع حصان، ده السقا. كلاب؟ يبقى انا في ميدان جهينة. اجري يا دكتور شباب.
بنهزر ولا بنشتغل؟ الله، ايه اللي جاب العيال العبيطه دي هنا؟ اسفين يا استاذ احمد، زي ما بقول لحضرتك كده. يعني كل اللي انتوا عملتوه ده واندسيتوا وسط الممثلين وكنتوا هتبوظوا لي اليوم عشان الهري اللي اتحكى لي ده؟ والله العظيم يا استاذ احمد. انتوا بتهزروا مش كده؟ بتهزروا. يلا انتوا ارتمانيه ايه وشيزوفرينيه ايه؟ انا فاضلكم. والله يا سقا بيه انا دكتور محترم واسمي الدكتور شبراوي عظيمه. عظيمه يا مصر، عظيمه على نفسك، غور ياض من قدام. يا استاذ احمد صدقني ده دكتور بجد، ما يغركش، هو شكله عجلاتي بس صدقني دكتور. طلع له كارنيه يا عم انت. والله يا استاذ احمد احنا اسفين جدا، بس انا فعلا عملت كده عشان يقابلوا حضرتك والله مش اكتر. اللي انت عملتيه غلط. افرضي الكلاب كانت عورت حد فيهم، اروح انا فين بقى؟ انا هكلم رئيس التحليل بتاعك يا انس. اهو يا سقا بيه الكارنيه بتاعي اهو، وادي ورق حاله نسمه. انت اللي بتعالجها؟ ايوه. طب ما لازم تتهبل طبعا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بيتي بيتخرب وغلاوه هند صبري عندك تساعدني. الله، شكله قافش معانا. ما تجيبش ريتها قدامه. طب وحياه منى زكي عندك تساعدني. الله. طب ده ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ اسمع يا نهار اسود ومنيل، ايه ده؟ ده انت خلصان يا ابني، ما ليها حق تعمل معاك كده. انت صعبت عليا، ربنا يخليك، وانا قررت اقف جنبك. الله يخليك. بس تسمع اللي هقول لك عليه، اللي تؤمر بيه. بكره الساعه 8 تستناني في بيتكم وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بس كده. الهي ربنا ما يوقع لك فيلم. آمين. الهي ربنا يجعلك في كل رمضان مسلسل. آمين. يا رب تعمل الجزيره 3. يا عمر، يا عمر انت هتشحت عليا يا عمر. انا هعد لغايه واحد ما اشوفكوش قدامي. اللي تؤمر بينك. يا دكتور عظيمه الكارنيه. Happy birthday to you. Happy birthday to you. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. ايوه بس انا عيد ميلادي مش النهارده. لا ازاي؟ عيد ميلادك النهارده يا منصور. ايوه صح يا عم مظبوط، الواحد ناسي ده انا عيد ميلادي النهارده مظبوط. وانت طيبه يا حبيبتي. طيب يلا خد شوف الهدية بتاعتك. ايه ده؟ جلابية وكلسون بدل اللي اتبهدلوا يا منصور. ايوه بس انا لا بلبس جلاليب ولا كلاسين. لا ازاي؟ ده منصور ما بيلبسش غير جلاليب يا منصور. انا مستغرب انت لابس كده ازاي؟ ايوه يا منصور انت ناسي ولا ايه لما الجلابيه اتقطعت؟ ايوه صح مظبوط، دي الجلابيه بتاعتي اتقطعت. ايوه وانا مع المطاريد بنجري فوق الجبل، فوانا نازل على الحصان الكلسون راح مفتوق مني، فانا فعلا محتاج كلسون جديد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ايه ده؟ نبوت جديد جلد تمساح لاكوست. لاكوست؟ ده انا كده بقى محتاج عمة بولو وعمدة منهاتن. ودي تفوتني عمة بولو عشان تبقى عمدة منهاتن يا ابن الظريفة. ده متشكر عمي. طب يلا بقى ممكن تطلع تلبس الجلابية عشان نلحق نطفي الشمع؟ يلا يا ريت. يلا ما تفتحش يا اتنين. انا اللي هفتح. كل سنه وانت طيب يا خط الصعيد. خط الصعيد ايه؟ ده انا بالجلابيه والكلسون ده ما حصلتش الرئيس بتقال. انت ايه اللي جابك؟ مش سربرايز بارتي؟ خش. بقول لك ايه، السقا جه؟ لا ما جاش وشكله كان بينيمني. ما تقلقش انا عامل حسابي. خد الشنب ده الزقه هتبقى منصور الحفني. تفتكر؟ عيب عليك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mansour. Happy birthday to you. يا مامي ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر. ارجع على ورا. انزل الخندق انزل الخندق. كله ياخد ساعتي. كله ياخد ساعتي. اطلع يا عمر يا شرقاوي. اتكلم اخلص يلا يا عمر يا شرقاوي. اسمع
انا عايزك تاخدي بالك من نفسك. لو جرالي حاجه انا عايزك تعرف ان جوزك مات بطل. جوزك مات بطل يا اخي وشي يا ابو اللي مسكهولك. اطلع بقى يا عمر يا شرقاوي. جاي لك يا منصور، جاي لك يا منصور. ايه خزنتك فضيت يا عمر يا شرقاوي؟ الموضوع قلب بجد ولا ايه؟ عموما مش منصور الحفني اللي يقتل غدر، اطلع لي راجل لراجل. مش اصول تعمل كده في البيت والبيت فيه حريم يا كبير. البيت بيتك والحريم حريمك يا كبير. بتغفلني؟ ماشي يا عمر. انت كويس؟ انا زي الفل بجد؟ زي الفل. خش جوه بس عشان بتمطر. عم قوم اضرب اضرب. ما يصحش الزحمه تدبتنا. امال انا سايب شغلي وجاي ليه؟ اضرب. انت بتضرب بجد؟ انا اسف معلش اصل انا سخنت فالجلاله خدتني. طب اضرب قبل ما ربنا اللي ياخدك. السكينه فين؟ في المطبخ في المطبخ. لا لا مش دي مش دي. ميت حمرا ميت حمرا. قتلتك يا منصور، قتلتك يا منصور يا حفني. من النهارده مفيش منصور، في عمر، في عمر. عمر عمر كبر في نظري قوي بصراحه. شفت عامل ايه عشان خاطر نسمه؟ راجل. لعلمك بقى انا وعمر فوله واتقسمت نصين. يعني انت ممكن تعمل علشاني زي ما عمر كده عمل علشان خاطر نسمه وقتل السقا وكده؟ انا ممكن اقتل ابراهيم نصر عادي، بس مش ده حوارنا يعني. المهم نسمة عامله ايه دلوقتي؟ نسيت كل حاجه زي ما دكتور شبراوي قال. حلو ده قوي. يعني كلمتي مامتك؟ كلمتها بس هي قالت ما ينفعش تيجوا دلوقتي البيت. ليه بتمسحوا السلم ولا ايه؟ لا بس علشان يعني رمضان خلاص الاسبوع الجاي فهي قالت خليها في العيد. لا انا مش هستنى بعد العيد. طب انت بتكلم مين؟ بكلم عمر. يا اخي حرام عليك سيبهم، ده البنت لسه خافه والراجل ما عملش شهر العسل، سيبه بقى. ايوه يا عمر. انت في ايه الاصوات اللي حواليك دي يا عم؟ دي اصوات طيور النورس على امواج على مخمضه. بقول لك ايه، فكك من الهري ده. انت فين بالظبط؟ انا زي ما تقول كده بيني وبين جزيره سردانيا حوالي 50 عقده. طب معلش يا عمر والنبي ممكن تكلم لي بابا نادين اروح لهم اخر الاسبوع ده؟ نادين ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ غور في داهيه. عمر تعالى اقف جنبي شويه، المنظر من هنا تحفه. لا تعالي يا حبيبتي اقعدي جنبي، المنظر من هنا اتحف. دقيقه بس بليز عشان خاطري. يلا قرب انجز. انا اخري كده، انا عندي عقده من فيلم تايتانيك. يلا هجيلك انا. ايه الجمال ده؟ نفسي نقضي حياتنا هنا ونعيش على مركب. نعيش على مركب؟ ليه هنتاجر في الجمبري؟ قصدي يعني مكان حلو كده ورومانسي. رومانسي؟ انا حاسس ان احنا قاعدين فوق غساله. يلا نقوم ناخد سيلفي. لا لا لا، انا في السيلفي مناخيري بتطلع كبيره. روح انت وانا هصورك. اوكي صورني كويس. كده حلو. كمان يا ريس بطل عمل مصور اعلان الشامبو ده. انت رحت فين؟ عمر نسمة. عمر عمر نسمة. عمر يا نهار اسود، انت اللي نزلك الميه. وقعت الحالي مش عارفه اعوم. وانا ما بعرفش اعوم. يا جماعه يا اهل الخير حد يغيثنا، والنبي ابو كبات المدام بتغرق الحقها.
الله يبارك لك، الله يبارك لك. ايوه هي دي مراتي، دي مراتي. والنبي ابو الكباتن ما تمسكش قوي عشان دي الجماعه. اسحب عليك كمان، ربنا ما يغرق لك ولايه. انت برضه غلطانه يا حبيبتي، عامله لي فيها عروسه البحر واقفه على الترابزين وثلاث دقات. استر يا رب. البنت فين؟ حصل لها ايه؟ ما تقلقش يا عمي، الحمد لله نسمه بخير. ايه اللي حصل لها؟ قول لنا. هو في الحقيقه احنا انت نسمه وقعت من على اليخت واحنا في البحر. ايه نهارك اسود ومنيل بس التنيله، وحصل لبنتي ايه؟ استنى يا كاميليا. الحمد لله ربنا ستر، كان في بحاره نزلوا وجابوها. وانت ما نزلتش تجيبها ليه يا فالح؟ اصل انا عمي في الحقيقه ما بعرفش اعوم. وما قلتش ليه انك ما بتعرفش تتنقل تعوم وانت بتتقدم لها؟ يا عم هو انا بتقدم لعروسه ولا بقدم في كليه الشرطه؟ اوعى من وش هلا. حاضر. خلاص بقى. البنت في الاوضه يا عم، في الاوضه. خشوا. اتفضلي. خلاص يا بابي بقى. قول حبيبتي يا بنتي، الف سلامه عليكي. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ انا جنبك يا روح. وانا كمان نسمه، انا جنبك زي بابا بالظبط، جنبك انا كمان. خرجوا بره. ايه ده؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع بره يا ابني لو سمحت. عمي انا كنت عايز اطلع بره، البنت كانت هتغرق، احنا اتضرب علينا نار، عايز مننا ايه تاني؟ اطلع بره من فضلك. يا عمي كلمه واحده، اطلع بره. نادين طلع الواد ده بره. حاضر يا بابي تعالى. يا نادين ما ينفعش. معلش ثواني بس هقول لك على حاجه. خلاص يا بابي خلاص. انا مش متضايق من ابوكي، الراجل عنده حق، خايف على بنته. بس انا اعمل ايه يعني؟ اختي خدتنا على اخواني على فكره، واقفه على حرف المركب وعماله تتنطط، عامله لي فيها راني علواني لحد ما وقعت في الميه. طيب بص انا هقول لك على حاجه، هي كده كده نسمه مش هينفع تروح معاك وهي في الحاله دي، مش هينفع تبقى لوحدها. وبعدين هي فرصه رمضان جاي تيجي تفطر معانا وتطمن عليها، وان شاء الله كل حاجه تبقى خير. اما شويه حلويات بقى باللي انت بتحبيهم جدا، كل الحلويات اللي انت بتحبيهم، احط لك انهي واحده فيهم؟ نسمه. وهي بتغرق يا عمر كانت عينيها في عينيك، ايمين يعني بصالك؟ ايوه كانت بصالي وكانت عماله تصرخ كمان. وعماله تصرخ كمان. طب هي ما شافتكش بتعمل اي محاولات لانقاذها؟ محاولات زي ايه يعني يا دكتور؟ قلعت قميصك ونطيت وراها في الميه. رميت لها حبل، رميت لها طوق، ما عملتش اي حاجه خالص. لا ازاي؟ عملت طبعا. عملت ايه؟ كنت بنادي على البحاره علشان ينقذوها. ايه؟ كنت بنادي على البحاره علشان ينزلوا وينقذوها. اسفخس على الرجاله، موقف مغزي. جرى يا دكتور، وانا هلاقيها منك ولا من ابوها؟ ما هو يا ابني ما فيش حد في سنك ما بيعرفش يعوم. لا في. لا ما فيش. طب اقول لك على الكبيره، انا ما بعرفش اركب عجل. ايه ده؟ ما بعرفش اركب عجل. ايه ده؟ انا ما بعرفش اركب عجل. ايه ده؟ موتوني بقى يا اخوانا، موتوني. ايه ده؟ ما بعرفش اركب عجل. ايه ده؟ موتوني. ايه ده؟ موتوني بقى. اهدى يا عمر بقول لك. اهدى عشان نعرف نتصرف بمكر وحكمه. اتفضل استريح، اتفضل. تشرب حاجه؟ متشكر. هي فين دلوقتي؟ هي عند ابوها من اول رمضان. بيت ابوها من اول رمضان. ونادين اختها بتقول انها قاعده طول النهار ما بتكلمش حد ولا بترد على التليفونات. يا نهار اسود. ايه ده اللي كنت قلقان منه من زمان. معنى كده ان هي هترفض تعيش في الواقع الحقيقي وتبقى عايزه تعيش في الواقع الافتراضي بتاعها. ايمين يعني عايزه تخش الشرنقه. شرنقه ايه ودودة قز ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اتصرف يا عمر، مش عايزين يحصل زي المره اللي فاتت، لازم نبعدها عن اي مؤثرات خارجيه. مؤثرات خارجيه زي ايه يعني يا دكتور؟ افلام، مسلسلات، مش لازم تشوف اي موقف بطولي لحد غيرك. افلام ومسلسلات؟ يا نهار اسود، ده احنا في رمضان، ده في معجنه مسلسلات. اتصرف يا عمر. اتصرف اعمل ايه يعني؟ اولع في النايل سات؟ الحاله لو رجعت لها تاني هتبقى اسوأ من الاول، الحقها قبل ما تخش الشرنقه يا ابني. الرقم المطلوب مغلق. ده موبايلها مقفول. يبقى هتخش الشرنقه. طب اعمل ايه؟ الحقها يا عمر، اتصرف قبل ما تخش الشرنقه، لو دخلت الشرنقه مش هنعرف نخرجها منها. يلا معلقتين بس عشان خاطر بابي. هو شاف. لا اله الا الله. عايز مننا ايه يا اخي بقى؟ ارحمنا. استر يا رب. رمضان يجمعنا كلنا. يا كاميليا وحياتك بسرعه، اللي بيه لقيتيه مسلسل كلبشه. يوه اخلصي. بدلة مين يا رحمة؟ أنا عندي استعداد أسيب الشغلانة دي بس بعد ما أعرفك مين هو سليم الأنصاري.
يا جدعان حد يرد يا جدعان. ابوس ايدك رد يا نادين، مش وقت رغي في التليفون. يا سلام بقى لو واحد زي سليم الانصاري ده اللي كان معاها على اليخت كان نزل شالها بدراع والدراع التاني جاب لنا بيه كيلو كابوريا. استنى. نسمة فين؟ انت نسمة فين؟ اتفرج على التلفزيون جوه. نسمة. سليم انت جيت يا حبيبي؟ سليم. طب هو انا حمل امير كرهرة؟ طب كنتوا فرجوها على محمد هنيدي. يا دكتور لازم تشوف لي حل، الموضوع اتنين اكتر من المره اللي فاتت. هي حاله نسمه وصلت لانه مرحله سودة ومهببه، بقى لها شهرين بتتعامل معايا على ان انا ظابط. طلبت مني ان اربي شنبي لحد ما بقيت شبه عم شكشك. ده وارد. امبارح قالت لي انا عايز الرخص بتاعت صحباتي اللي اتسحبت في المرور. يا نهار اسود، هي وصلت للرخص؟ تاخد الكبيره؟ هات الكبيره. سرقت مسدس ابوها واديتوني. نعمل ايه احنا بقى؟ شيل شيل شيل. انت ايه اللي مشايلك البلوه ديت؟ مش ظابط، ما ينفعش امشي من غيره. بص يا عمر، بعد تفكير عميق انا رايي ان احنا ممكن نستخدم مع نسمة نظريه الخلخله النفسيه. معلش بس يا دكتور ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هي ايه نظريه الشخلعه النفسيه؟ شخلعه ايه ونيله ايه؟ الله يخرب بيتك، واحنا في كباريه؟ اسمها الخلخله النفسيه. نسمة دلوقتي طردت عمر من جواها وحبت سليم لانها لقت فيه البطل اللي ما لقيتوش في عمر. احنا بقى لا مؤاخذه هنهق مشاعرها شويه. ايه؟ هنعمل خلخله لمشاعرها. يعني نجيب اسد ياكل اسد. اسد ياكل اسد؟ ليه؟ هي الغابه فضيت؟ مفيش غزاله تايهه، ظبي خرج بره القطيع. انا مش فاهم حاجه يا دكتور. يحصل ايه لو اسد قابل اسد؟ ممكن يسهروا مع بعض؟ معلش انا اسف. قصدكم يعني يجيبوا لبس؟ اقتله ده ولا اعمل ايه؟ اقتله وخلص العالم من غبائه. انتوا قصدكم يعني هيدشملوا بعض. اكزاكتلي. لازم نسمة تتعلق ببطل زي سليم او اقوى من سليم عشان يطرد سليم، وساعتها البرواز هيفضى، عمر يخش، نقفل البرواز على طول. الله يخرب بيت البرواز، على بيت اللوحه، على الموناليزا، على متحف اللوفر. يا دكتور تفتكر نظريه الخلخله دي هتاكل مع نسمة؟ على الله على الله يا عمر، ادينا بنجتهد. مراتك عيانه بمرض نادر قوي. ازاي؟ زي مامك مرتاحه كده في ليله دخلتها. في ايه يا اهبل انت؟ يا عم انا متضايق، كان نفسي اخش فيلم كوميدي. خليتي اللي انت مدخله لنا ده واحنا شويه نحل. ما هو ده الاسد اللي هياكل الاسد يا عبيط، افهم. سليم ايه يا حبيبتي؟ انا زهقت من الفيلم ده. لا زهقت ايه؟ ده حتى الظابط سيف عامل شغل جامد والله. مفيش ظابط جامد زيك يا حبيبي. تعال نروح. لا نروح ايه يا حبيبتي؟ ده لسه الفيلم هيشد. بقول لك ايه؟ انا هجيب لك شويه فشار علشان تتفرجي على رواقه. ايه يا عم انت ماشي على الدائري ولا ماشي في سينما؟ مالك داخل زي الترماي كده ليه؟ اما انت راجل قليل الادب صحيح. تصدق ان انت اللي قليل ادب؟ انا قليل ادب. ايوه قليل ادب. هو انا مت؟ لا يا حبيبي. طب انا شفاف؟ لا خالص. طب بتتكلمي ليه وتصغرينا مع الاشكال الزباله دي؟ اشكال زباله؟ طب تصدق بقى ان انا هقل منك قدام الحريم اللي معاك دي؟ الحريم دي اللي هتديك لا مؤاخذه بالجزمه يا حيوان. ايوه يا دكتور شبراوي، الموضوع اتنقل ب 60 نيله. عماله تقول لي مفيش ظابط جامد غيرك يا سليم. لا مش عاجبها الفيلم، مع ان عز عامل شغل جامد والله. مش عاجبها؟ في عندك افلام ايه تاني؟ في فيلم العلا ربيع، تفتكر دخله لها ولا ممكن يجي لها صرع؟ ايه يا جماعه خير؟ ايه اللي حصل؟ السافل ده اتهجم علينا. اما انت بنت قادره صحيح، بقى تفتحي دماغي وتقولي تهجم علينا. بنت يا حيوان، اهو جالك اللي يلمك. دخل الديناصور ده الحجز يا سليم. حجز؟ ليه؟ يطلع مين ان شاء الله؟ ده
ده جوزي حضرة الضابط سليم الأنصاري. اكلم الاداره يا سليم باشا. اداره ايه وباشا ايه؟ الله يخرب بيتك. خلاص يا جماعه احنا اسفين، ما فيش مشكله. طب يرضيك كده حضرة الظابط تضربني بالشنطة على دماغي تفتح لي قرني؟ يا نهار اسود، هو الدم ده كله مش شنطه؟ يستاهل، ده راجل قليل ادب مش محترم. انت مش تدوس على رجلين الناس، انت ايه حمار؟ ايه يا نادين الالفاظ دي؟ احنا اسفين يا باشا، معلش امسحها فيا انا. وسع يا ابني انت، هو ايه الزحمه دي؟ ايه يا ابني في الله الله الله، ايه يا ابني اللي عمل فيك كده؟ مفيش يا باشا، ده كان حوار كده يعني وخلصت يعني. سهله خلاص، اتلمت. ما تلمتش، دخلوا الحجز يا سليم عشان يعرف مقامه. لا ده كده كتير قوي، انا ساكت عشان خاطر سيادتك بس يا باشا. باشا؟ لا انا مش فاهم حاجه. هو سعادتك مين بالظبط؟ ده حضرة الضابط سليم الأنصاري، ومش هنسيب حقنا. والباشا ظابط فين؟ هو في الحقيقه يا باشا احنا كنا محتاجين نتكلم كزملاء على انفراد. كزملاء؟ لا وريني الكارنيه بتاع سعادتك. يا باشا دول شكلهم نصابين، انا عايز حقي من شويه الصيع دول. صيع؟ انا هوريك. اديله بالطبانجه في الدنيا. سلم سلاحك. مفيش داعي للمقاومه يا سليم. حاضر يا باشا. سلم سلاحك. حاضر يا باشا. عمر عايز ايه؟ هو احنا هناخد كام سنه في الحوار اللي احنا فيه ده؟ لا دي حسبه كبيره قوي. خد عندك يا سيدي، انت حال شخصيه ضابط، لا مشاجره على مقاومه سلطات، لا وكبيره بقى حمل سلاح بدون ترخيص. يعني انت بتتكلم لك في 15 سنه بالميت. الله يخرب بيتك يا عمر الكلب، ضيعتني. ده انا كنت بخاف اروح السجل المدني اجدد البطاقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمر. مش انت اللي قعدت تقول سهله اكلم لك الاداره يا سليم باشا؟ بس انا ما كنتش فاكر كده، والله ما كنت فاكر كده. لا بقول لك ايه، امسك نفسك كده، وحد الله وحد الله. اقوم اطص وشي بشويه ميه كده فوق بدل أيوة ما يبلعونا. مظبوط ما يبلعونا. يلا اخويا، يلا حبيبي. لا دي عايزه حجر، وبعدين في عقرب طاير، مش مقامك. ياه فقت ها؟ فقت. ده كأني راجع من الساحل يا جدع والله. ولا ابراهيم؟ ايه؟ ما ريحتك عفنت فجأة كده. وانت غسلت وشك فين؟ في الجردة ليه؟ منك لله يا شيخ، لولا المامور تفهم حاله نسمه وشاف رخصه السلاح بتاعي كان زمانه ملبسنا قضيه كلنا. وانا ذنبي ايه بس يا عمي؟ بنتك هي اللي خدت المسدس واصرت ان انا امشي بيه، وبعدين انت قلت لي جريها. حبيبتي بنتي، جننت لي البنت. افتكر بعد فشل نظريه الخلخله النفسيه ما قدامناش غير حل واحد بس. ايه هو؟ انت عارفه كويس. لا بقول لك ايه، ما تقوليش عمر الموضوع منتهي. مش ممكن، بقالنا ساعتين قاعدين هنا، انت مش قلت لي ان المكان ده هو اللي بيتغدى فيه؟ كان عمل دايت على حظي، بس انا لما سالت قالوا ان هو بيتغدى هنا. ايه الاخبار، انتوا فين؟ لا انا لسه واصل اهو، يلا متاخروش بقى. امير جيت هطلب اكل قبل ما تيجي. عن نفس المكان اروح فين يعني؟ يلا سلام. ازيك عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. هات لي يا حسام. انا يا حد. اتأخرت عليك؟ استغفر الله العظيم. يا بنتي ارحميني، مش كل ما اروح مكان تيجي ورايا. ما انا بحبك يا امير. يا بنتي بتحبيني؟ انت مجنونه؟ مجنونه بيك والله. فرصتك جات يا حظابط. اسمعي، انا عارف انت معجبه بيا بس كده كتير بقى، ما يصحش. يلا بينا على المأذون بسرعه. يا بنتي بطلي هبل بقى. هي دي البنت اللي بتضايقك يا استاذ امير؟ انت مين؟ ما تشغلش بالك انت بالحاجات دي، اتفضلي قومي معايا. ايه ده، انا مش بضايق حد، ما تقول له يا امير يا حبيبي ان احنا هنتجوز خلاص. نتجوز؟ يا باشا دي هبله، خدها. اتفضلي قومي معايا بدل ما استخدم معاكي العنف. عنف ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الرائد عمر الشرقاوي، مباحث المسطحات يا سفلة. مسطحات؟ ايوه يا ابني، ارجع لي بالبوكس في ظهره، ولو القوه اللي معاك مش مكفيه ابعت لي دعم. دعم ايه؟ ودرعتين على خبير مفرقعات وامن على القناصه. قناصه ايه؟ امير انت بلغت عني ولا ايه؟ طب والنبي قول له ان انا بنت ناس وانا مش هضايقك تاني. خلاص يعني مش هتضايقني تاني. لا خالص. احلفي. وحياتك. لا دي هبله يا باشا، خدها. هو بص يا امير، الشغل الحنين ده بيضايقنا وبيبوظ لنا شغلنا. بقول لك يا بت، إيه؟ لو لمحتك في دايره عمقها 5 متر من الاستاذ كراره يومك مش هيعدي. طب ولو 10 متر؟ يلا بت من هنا، يلا بت، شوفش وشك تاني. انا بجد مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا استاذ امير. وسعادتك بقى بتخدم فين؟ انا خدامك يا باشا، انا مش ظابط اساسا. نعم. ما هو انا شفت البنت كانت بتضايق حضرتك فقلت اتدخل احل الموقف يعني. مش مهم، المهم ان انت خدمتني خدمه مش هنساها لك طول العمر. انا بقى عايز من حضرتك خدمه انا مش هنساها لك طول العمر. امير بيه، انا بطلق.
جرى يا ابو الكباتن، احنا بقالنا ساعتين قاعدين ومفيش جديد. احنا الكلام ده ما ينفعش معانا يا شبح، والتيتا دي مش جايه من وراها اي مكسب بالنسبه ليك، وانت حبسنا في العربيه لا عارفين نشرب سيجاره ولا عارفين ننزل نعمل زي الناس. انت نزلت 50 مره تعمل زي الناس، مفيش ناس بتعمل كده. عليا الطلاق بالتلاته، اما كنت تزودنا باكو في المصلحه دي هنقلع الشرابات ونبوظها لك. على فكره انت لسه لابس الشراب في دماغك. مش هتقولي بقى رايحين فين؟ انا عامل لك مفاجاه تحفه حبيبتي، هعشيكي في مكان من الاخر. مش فارق معايا المكان، فارق معايا ان انت سبت نبطشيتك عشاني. نبطشيتي؟ صحيح، ده انا سبت نبطشيتي فعلا، فكرتيني. ده انا حبيبتي محتاجه اكلم العسكري المراسله بتاعي علشان اطمن على المجرمين في الحجز عاملين ايه، لانهم ساعات بيعملوا بلاوي سودا. ما يلا يا رجاله لو سمحتوا بسرعه عشان مفيش وقت. مالناش دعوه، عايزين ال1000 جنيه. انت هتصوت لي ولا ايه؟ ايوه يا عمر. ايوه يا ابني. اخبار المساجين السفله اللي في الحجز عاملين ايه؟ موجودين اهم يا عم وقاعدين وعايزين 1000 جنيه زياده. طب ما تديهم وتنجز علشان الشنكل هيخش في السقاطه. يا نهار اسوح. بقول لكم ايه، خلاص هديكم 1000 جنيه بس يلا بسرعه الشنكل هيخش في السقاطه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. رخص بعد اذنك. تحت امرك. اتفضل يا فندم. ايه ده انت اسمك عمر؟ يا فندم عمر. عمر ها؟ عمر يا فندم. بس رخص من امتى يا استاذ عمر؟ ما انا الحقيقه يا فندم ما كانش عندي وقت اجددها، انا اسف. طب معلش انا مضطر اسحب الرخص يا استاذ عمر. عمر مين؟ يخرب بيتك يا عمر. عمر خد مراتك واهرب. لا خد مراتك واهرب يا عمر. لا يا عمر. مش عمر الشراوي اللي يهرب. بص لي، مش عمر الشراوي اللي يهرب. مش عمر الشراوي اللي يهرب. يا جماعة أنا معايا سلاح. عمر يعني ايه؟ منوره يا هانم. البيت منور باصحابه يا حبيبتي. انا حبيت نادين قوي على حب ابراهيم ابني ليها. اول ما وراني صورتها على فيس ما استنيتش لحظه، على طول عملت لها اد وبقينا نعمل لايكات لبعض وشير وبقينا نبعت لبعض قلوب حاميه. ميرسي قوي يا طن. معلش يا جماعه قبل الكلام على اي حاجه، انا واحد ام لدغه، يعني مش باقي على الدنيا. ولا يهمك يا حبيبي. على فكره هما الولاد حابين بعض قوي، وابراهيم جاهز من مجاميعه، عنده شقته ما فاضلش بس غير الاجهزه. هتنزل عروستنا تشتري كل اللي نفسها فيه، ولو مش عاجبها الشقه اغيرها. لا ليه مش عاجباني؟ ليه هي عاجباني ما فيهاش اي حاجه اصلا. مش لما ابوك يوافق الاول اتهدي بقى. يا مامي ايه يا جماعه، هو عمه بقاله 9 ساعات في الحمام ولا ايه؟ ما تشوفوا له يكون غرق في البانيو ولا حاجه. انا بجد اسفه، اكيد هو عنده مكالمه مهمه، انا هطلع استعجله. يا ريت يا مامي لو سمحت. انت لسه ما لبستش لغايه دلوقتي يا شوكت؟ ومش هلبس يا كاميليا، مش هلبس. كفايه تلوى دراعي في جوازه نسمه، مش هتلوي دراعي تاني ابدا. ولزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان انا اتفقت مع الواد دوت انه يجي لي لوحده، اتفق معاه واشوف كنت هوافق على الجوازه ولا لا. وايه اللي حصل غير كده يا اللي شوكت؟ حصل انه جايب لامه حضرته بيحرجني. انا مش هنزل يا كاميليا، كفايه انه من طرف 7 البرومبا جوز بنتك الصغيره.
في يا بابي؟ ابوكي مش موافق على الجوازه يا حبيبتي. ايه؟ انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ بصي خلقتها. حرام عليكم والله العظيم، يعني انا اختي صغيره تتجوز قبلي وانا واقفه على مسكه ليه؟ بس دي ناس كانت وش. كان وشها فين؟ ما وشها زي ما هو. هموت نفسي والله العظيم، لو نزلت معايا دلوقتي هموت نفسي. السلاح يطول يا بنت كلب. انت شايف العند بتاعك هيوصلها تموت ما نفسها. تهزيش ايديها يا كاميليا. انا مالي. هاتي يا بنت كلب هاتي. انزل معايا. انا هنزل يا نادين، هنزل يا كاميليا، لكن يكون في معلومكم مش معنى نزلت ان انا هوافق، انا هنزل اقيمه واشوف. طب ممكن تلبس بقى من فضلك؟ مش هلبس، انا هنزل كده. يلا. طب يلا يلا. لا يا طنط رايحين فين؟ ما يصحش، بابي زمانه نازل. يا ابراهيم صدقني احنا غير مرغوب فينا. اهو جه اهو. السلام عليكم. مين ده؟ شوكة الحجار، صاحب البيت والجاتوه والشاي اللي طفحتوه ده. هو ايه اللي لابس ابوه كده يا نسمه؟ هو جاي يقابل العريس ولا نازل يصلي الجمعه؟ ما تاخذونيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلابيه، ما رضيتش البس بدله مع ان الدولاب هيقع من البدل. ثم انتوا فاجئتونا بالزياره، في حاجه اسمها تليفون، امروني. ويا ترى هنأمرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا يريح؟ لا يريحوا. هي لازم كم حرف؟ كله. انا هخش في موضوع على طول. يا ريت لاني ما عنديش وقت. احنا جايين شاريين بنتك نادين يا ابننا ابراهيم. ابراهيم جاهز من مجاميعه وشقته عنده، وعروسه شافتها وعجبتها قوي. ويا ترى العروسه شافت الشقه فين؟ على الموبايل يا بابي، على الموبايل. في انت شفت الموبايل فين يا بنت الكلب؟ شوكت مش معقول كده بقى، خليها تتجوز، هي بتحبه وهو بيحبها. انا شايف يا عم ان احنا نقرا الفاتحه ونكتب الكتاب ونجيب الشبكه وصلي صلي. محجز لك القاعه بالمره يا قمر. محجوزه يا عمي والله، خدتها من على بقي، محجوزه القاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حاجه هتتم الا موافقتك، ده انت الخير والبركه. هي يا شوكت بنقرا فاتحه؟ جرى ايه يا هانم؟ ده انتوا المفروض بتفهموا في الاصول. نقرا الفاتحه ازاي؟ مش تستني لما اسال عن محبوس ابنك؟ بقول لك يا عمي، لو عايز تسال على ابراهيم اسالني انا، ده صاحب عمري، اضمنهولك برقبتي. ما هي دي المصيبه. عمي انا رايي ننجز بدل ما الواد يتخطف مننا. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحة اللي هتتقري يالا. بنتي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك امين. وبالمناسبه السعيده دي بقى، احنا عندنا شاي مقطقط كده في عين السخنه، ايه رايكم نعمل رحله ترفيهيه يوم الجمعه واعزمكم على اكله سمك؟ عجبك المطعم يا شوكت بيه؟ هو بتاعكم؟ ايه؟ عارفه؟ على ماي بصر من هنا الشاي بتاعنا مساحته 64 متر يجري فيهم الخيل. وحضرتك بتعملي اعلان للوسيط؟ ما دماغنا بقى. شوكت مش معقول كده حركه الست. عماله تتكلم على الحقوق اللي عايشه فيه وكانها عايشه في قصر المنسترلي، ايه القرف ده؟ شوكت من فضلك بقى افردها شويه. بقول لكم يا جدعان، احنا بعد اكله السمك دي هنروح نركب الكليفريت. تلفريك؟ والله انا بحب التلفريك. انا مدمن كليفريت، انا بستنى بقى لما الباب يقفل واروح متشعبط فيه من ورا. بجد عملت كده يا هيما؟ عيب يا قلب هيما. طب بقول لكم يا جماعه، ما بلاش موضوع التلفريك ده عشان انتوا لسه واكلين، فممكن معدتكم تقلب فترجعوا في وش بعض. يعني ايه معدتهم تقلب؟ انت مش ناوي تركب معاهم ولا ايه يا صابع البرومبا؟ لا عمر بتهزر، مش هتركب تلفريك؟ لا يا حبيبتي ازاي؟ هركب طبعا هركب. هو فين التلفريك؟ فين التلفريك؟ يا ناجي يا ناجي اسمعني بس يا ناجي، والله العظيم انا خايفه. ايه يا داليا يا حبيبتي، خايفه من ايه؟ ما انا معاك اهو، يلا بس يلا. راح فين يا بيه؟ اقصى حمولك 3 افراد. 3 افراد ايه؟ ده لسه في 7 انفار داخلين في الكابينه اللي قبلينا. على العموم بقول لك ايه، انت خد نادين ونسمه واسبقوا له انتوا وانا هحصلكم بري. ايه يا عمر ده احنا مش هنطلع من غيرك. ليه؟ هو انا اللي هسوق؟ خد نسمه في كليفريت وانا هاخد نادين في كليفريت، ها؟ وكله يدلع نفسه. ماشي. ثانيه واحده. بقول لك يا ريس، هو البتاع ده ما فيهوش باراشوت؟ باراشوت ايه يا بيه؟ انت راكب هليكوبتر؟ لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ما فيهوش حزام امان. ما فيش حزام امان، وبعدين الكابينه معمول لها صيانه، انت خايف؟ لا والله العظيم، يا راجل بتخاف. والله العظيم بخايف. الاعمار بقت بالله يا راجل. ده موقفين حنوتي على التليفون. يلا يا عمر. بقول لك ايه، انا بكتير قوي اسبوع 10 ايام بالظبط يعني. أيوة. وهاجي اجيب الشبكه واهب عليكم. والله العظيم اقسم بالله انا اعمل كده. ابوكي ده لازم يتذبح له القطه ويتاخد على الحامي كده في اولها. بعد الشبكه بشهر ايوه هجيب قرايبي من دملج واجي اتجوزك. لا بقول لك ايه يا نسمه،
عايزين نهدى شويه علشان حمل الغسيل اللي احنا متشعلقين فيه ده ملوش امان. حمل لا 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 بلاش كده بلاش كده. طب انا هفضل اتصور كده لوحدي، تعالى اتصور معايا. لا 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 انا رايح حبيبتي نيجي نتصور جنبي هنا علشان الفيو من ورا هيبقى تحفه. واسال الفيو تحفه ده مش باين من واحنا قاعدين هنا، لازم نقوم. نقوم فين؟ في برطمان المربى اللي احنا فيه ده. خليك قاعده. يلا يا عمر انا مش عارفه انت بس خليك من ايه؟ الحقني يا عمر! انت عملت ايه؟ الحقني يا عمر! شوف لنا حد يلحقنا احنا الاثنين. ايه ده؟ في ايه؟ امسكي كويس، احنا معاكي. في ايه؟ يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. انت بتقلق يا خرابي نسمة. امسكي يا نسمة كويس، خدي بالك يا بنتي. اسمع كلامه، اسمع كلامه، ده عايز مصلحتك. الحقني يا عمر! المنظر مرعب من هنا ومن هنا كمان. انا حاسه ان ايدي بتفلت. ما هو انت غلطانه برضه يا حبيبتي، محمله على ايد واحده، حبه شمال وحبه يمين وهتتقطع. هو في حد معاه فوق؟ امسكي كويس يا نسمة. مش عارفه. امال فين كوز الذرة اللي معاكي؟ كوز الذرة بأبشار. مش كويس. مش عارفه. مش عارفه. ربنا ما بينساش حد. اجمدي يا حبيبتي اجمدي. لا 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 لا، الحمد لله رب العالمين، احنا بقينا احسن بكتير. احسن ايه يا دكتور؟ دي بقالها اكتر من شهر لا شافت حد ولا خرجت ولا نزلت ولا حتى التلفزيون بتتفرج عليه. لا يا كمال يا هانم، احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش سينما، احنا عايزين بنوتتنا تقعد في هدوء شويه. طب ينفع يا دكتور اخدها وننزل نخرج شويه نغير جو؟ نسمع، مش عايزه تخرجي شويه؟ لا. مش عايزه ترجعي بيتك تشوفي عمر؟ مش عارفه. اتفضل يا دكتور. ايوه يا ابني. لا 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 خليك انت في العربيه دلوقتي على ما اظبطهولك، ما تقلقش. 3 دقايق وتعالى بالظبط. مش عارف حاسس سلام بقى عشان نازلين ثانيه. انا عارف يعني ايه نرفز، انا مش نرفز يا دكتور، ارجوك اتفضل. اتفضل ارتاح. انت مش قادر تصدق لغايه دلوقتي ان احنا مش هنسلم؟ بس بقى بص يا شوكت، انا مقدر ان نسمة عانت الفتره الاخرانيه من حاجات كبيره قوي، بس الحمد لله ابتدت تتعافى وتعدي المرحله الصعبه دي وبتتحسن، بس تحسن بسيط. ايوه يا دكتور، يعني البنت هترجع لحالتها الطبيعيه؟ اوف كورس نوت. قصدك ايه يا دكتور؟ انا رايي ان كفايه قوي شهر نسمة بعيد عن بيت جوزها. انا شايف يا عمي ان الدكتور شبراوي عنده حق. بيت ايه وجوز ايه يا دكتور؟ ما لو كان بياخد باله منها ولا محافظ عليها ولا قادر يحميها كنت رجعتها له من زمان. انا شايف يا دكتور شبراوي بقى المره دي ان عمي فعلا عنده حق. شوكت، نسمة لازم تمارس حياتها الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نسمة لازم ترجع بيت جوزها، ده العلاج. ثانيا ندي عمر فرصه تانية. قصدك ثالثه؟ شوكت. مساء الخير يا عمي. ده ايه اللي جابك هنا يالا؟ انتوا متفقين مع بعض. بص يا عمي، انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس انا اكتر واحد بيحب نسمة بنتك واكتر واحد بيخاف عليها. بتخاف عليها؟ بأمارة ايه يا حبيبي بتخاف عليها؟ عرفت تنقذها لما تلم عليك العيال الصيع وسعلوك في الارض؟ شوكت. عرفت تنقذها من الغرق؟ شوكت. لحقتها لما وقعت بالتلفريك؟ شوكت. انا كان نفسي اتجوز بنت راجل. راجل يا عم انت كده مش عايز راجل، انت كده عايز لواء في الدفاع المدني. ولا عمي عمر طيب يا عم. عمو بيحبك. انا عمر. عمر عمي طيب. عمر وهيوفقك. انا لخبطت الواد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا تعبان. ايه ده ايه؟ انا خايف. مثله ياض مثله. طبل ياض طبل. يكون في معلومك لا في فرح ولا جواز الا لما اطمن على نسمة الاول. شوكت، ليه؟ جواز نادين ممكن يساعدنا في حل مشكله نسمة وعلاجها. شوف ولا تلم. شوكت. الدارة ده غدار. بص يا شوكت، نسمة لما تنشغل في تجهيزات الفرح وتشوف فرحة أختها قدامها أكيد هتخرج من الاكتئاب اللي هي فيه.
ايه رايكم في التلاجة دي؟ تجنن صح؟ اه حلوه قوي، ايه رايك؟ هي حلوه قوي لو هنبات فيها، بس اعتقد انا جبت اوضه النوم خلاص يا جماعه. ايه ده؟ يعني انا شايف يعني دي حلوه جدا دي؟ اه. نسمع، شفت كرسي المساج ده؟ ايه رايك نجيب واحد نحطه عندنا في الليفنج؟ زي ما انت عايز. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت، بكام كرسي المساج ده؟ الكرسي ده عامل 75,000 جنيه، وبعد الخصم والتنسيقات عامل 45,000 جنيه، وعشان نجيب حضرتك اول مدام عامل 30,000 جنيه. هو بيقول ايه؟ هو تقريبا عايز يرجع الكوكب بتاعهم بس مش عارف. حضرتك لازم تقعد عليه وتحكم عليه نفسك، اتفضل يا باشا. فندم؟ اقعد عليه، بقول لك حضرتك اقعد عليه واحكم عليه نفسك. حاضر. اتفضل يا هاني. حاضر. اتفضل يا مدام. اتفضل يا بيه. اتفضل. هو هيكون بيكهرب ولا كده عشان ما بحبش المقالب ها؟ لا طالما مفيش ميه ولا مش نقص ما يقلقش من حاجه خالص. هو تقريبا اللي هو طلع له في مناخيره. اول ميزه في الجهاز ده ان هو يسقعك في الصيف ويسخنك في الشتاء. وفي الربيع بيعمل ايه؟ بيطلع ورد؟ ورد ايه يا باشا؟ انت لو جربت الجهاز ده هتحلم بيه، في مساج وفي نقلات. الميزه الثالثه بقى كمان تلبس النقاط دي هتشوف جو تاني خالص وهتشوف مناظر طبيعيه ومزيكا خلابه. اتفضل يا هاني. هذا نايس ليه؟ الله، هي دي. ايه رايكم في الدراير ده بقى؟ دراير ايه يا طنط؟ ده بيجيب جرب. جرب ايه؟ اما انت عايز تنشف هدومك ازاي؟ عايز تنشرهم على حبل غسيل عشان كل الجراثيم تيجي فيهم؟ لا انا هدومي لازم تدوق الشمس، وتحديدا غياراتي الداخليه بقى على فكره. ايوه يا ماما، هي غيراته لازم تشوف الشمس. تصدقي حلو بجد. انا هجيب واحد عندنا في البيت. نسمع. يا نهار اسود. نسمع. قول على رحيم يا رحمن يا رحيم. مساء الخير يا فندم. دي شاشه ليد 80 بوصه 4K كواليتي عالي قوي يا فندم، وكمان معاها هوم سيتر هديه. بص حضرتك الصوت بيبقى عامل ازاي يا فندم. يا فندم انا اسف. طنط، ما شفتيش نسمع؟ هي مش كانت معاك؟ كانت معايا بس اختفت. اختفت؟ شوف لنا حد يلحقنا، حد يلحقنا. نسمع. رحيم حبيبي. رحيم. يا نهار دقن. مشكلة عويصة. شفت يا دكتور؟ يا ريتنا ما سمعنا كلامك. اهي نسمة رجعت تمارس حياتها الطبيعية تاني واحنا لبسنا رحيم. على فكرة دي مش غلطتي، أنا قلت لعمر ما يعرضهاش لأي مؤثرات خارجية ولا يفرجها على أي تلفزيون. وانا اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته يا دكتور؟ انا شايل التلفزيون وقاطع النت يا جماعه، انا شكيت مره في الميكروويف فصلته، انا يا جماعه عايش في العصر الحجري، انا حبه كمان وهلبس ثروه خروف. يا سلام يا سلام، أمال هي شافت رحيم إزاي؟ انا عارف، احنا نزلنا نجيب الاجهزه الكهربائيه بتاعت ابراهيم ونادين، غفلت عنها شويه، رجعت لقيتها واقفه قدام شاشه 80 بوصه ودقن رحيم فرشه في الشاشه زي النجيله. هنتصرف ازاي دلوقتي يا دكتور؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع صلاة النبي حلو. هو هيطلع ارنب ولا ايه؟ انا مش عارف. ركزوا معايا، اذا رسمنا خطا من هذا المج الى هذا المج، لا انا بقول اي كلام يا جماعه ما تركزوش. انا ان شاء الله مش هنحتاج للفكره اللي هو ما قالهاش ديت. بصوا يا ساده، دلوقتي بطل نسمة رحيم، بمعنى ان هو بالنسبه لها ايقونه الشجاعه. يحصل ايه لو عرفنا نكره نسمة في رحيم؟ هتبطل تحبه. برافو عليك. فهمتوا بقى الدماغ دي دايره ازاي؟ انا مش ههطل قاعد في وسطيكم يا ساده. احنا هنستعمل معاها نظريه تحطيم الايقونه. يا اهلا وسهلا، شيفتنا وكطيتنا ونويتنا يا شوكة بيه. لزومه ايه الاكل ده كله يا هناء؟ بجد انت كده تعبتي روحي. انا كان نفسي اعمل اكتر من كده. ما عملتيش ليه؟
ايوه، امال فين جوزك يا نسمه؟ اتاخر قوي عايزين ناكل. رحيم لسه مكلمه جاي دلوقتي. يحيم مين؟ اصبري يا ام والنبي الراجل ده شويه. اصبري عليا يا ام، اصبري عليا. هي دي العزومه اللي قرفانه بيها، فرختين وبطايه. مفيش ديك رومي ليه ولا مش الموسم بتاعه؟ جود ايفنينج، اي مين يعني مساء الخير يا جماعه. اتفضل يا رحيم. اتفضلوا. ازيك يا رحيم يا ابني؟ رحيم ما بيسلمش على حد. ازيك يا رحيم؟ ما قلنا رحيم ما بيسلمش على حد. عنك ما سلمت. ايه ده يا رحيم؟ ده انك تولد كده امتى؟ رحيم يعمل اي حاجه. لو عايزاني اطول لك شعر مناخيري دلوقتي اطولهولك. لا مش للدرجه دي، انت كده عاجبني. مين ده؟ ده رحيم ياما، ما شفتيش مسلسله في رمضان؟ ايه يا عم رحيم، مش هتشرب شوربه الحاج؟ رحيم ما بيشربش شوربه، رحيم بيشرب ديزل. وبعدين هدي العصبيه بتاعتك شويه يا رحيم يا ابني. هو ده نظامي. هقوم لك. بلاش يا حبيبي شوربه، خد طرش يفتح نفسك. رحيم ما بيفتحش نفسه بطرش. رحيم بيفتح نفسه بفروه خروف. طب ايه؟ سبرته. رحيم اللي انت بتشربه ده؟ هكون بشرب ايه يعني؟ كولونيا؟ خمره؟ انا بشرب خمره. انت من امتى بتشرب خمره؟ انا خمرجي قديم، سكير، عروقي بيجري فيها فودكا، انا بقرا شمبانيا. براحتك يا حبيبي، اجيب لك كاس. لا رحيم اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، احنا في بيت ناس، احترم الناس يا اخي. رحيم ما بيحترمش حد. بيتك ده مجنون ده يا ابني. اتقال ياما بس عشان الخطه ما تبصي معلش. عفوا سجاير. ايه ده؟ هي عيب يا ابني تويع سيجاره على اكل. دي مش سجاير يا حاجه، ده حشيش، مخدرات. تحب الفلك سلهوب معانا؟ الا تقول لي سهيوب يا واطي يا ابن الكلب وحشيش في بيتي. الشبشب ما حدش يبوك. انت عايز طيبيه يا حاجه. دقنك دي مش على راجل. هفهمك يا حاجه. دقنك دي انا هنتفها لك. الله يخرب بيت امك. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك ياما. عمر مين؟ ده رحيم. لا عمر بس منتوف. لا ده مش عمر. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الموضوع باظ يا عمر، باظ. طب وهنعمل ايه يا دكتور؟ اعتقد مفيش غير حل واحد انت عارفه. بقول لك يا هاني، احنا هنستنى كتير ولا ايه؟ معرفش، بس هو بعد الماسك بيحب يريح شويه. يريح؟ طب ما يروح يريح في بيتهم بدل الذل اللي احنا فيه ده. ايه يا عم، بقول لك ايه، فكك من الهري ده، احنا كنا بنحرق دماغنا على الرصيف ببضايع لا مؤاخذه. يا عم صحيه. لو صحته فجاه هتقوم مجزره. لا بقول لك ايه، مجزره على نفسه، ما تقلقناش يا سيدي. احنا ما يشغلناش. لا بلاش البتاع ده، بلاش البتاع ده. ليه؟ ده حتى ريحته حلوه قوي. الاستاذ عنده حساسيه. يا عم صلي على النبي. ايه يا هاني؟ مين الحيوان الرش الزفت ده؟ اه يا باشا. انت مين يا ده انت؟ ها؟ مين ده يا هاني؟ قول له حاجه يا هاني. اتكلم. دول جايين قصدي حضرتك في خدمه انسانيه. والله العظيم خدمه انسانيه، وحياه دقنك ده يا باشا. تمام يا سقا. يعني الكلام ده حصل فعلا؟ ما انا لسه قافل مع امير دلوقتي. يقول السقا وامير من غير استاذ صحاب يلا. طب ماشي، يلا مع السلامه انت. صدقتني يا استاذ ياسر علشان تعرف ان انا مش بكذب. وانت بقى عايزني اثبت قدام مراتك انك راجل شجاع وتقدر تحميها بجد، مش كده؟ لا ده كده يا استاذ ياسر كده كتير بصراحه، كده يبقى عداك العيب. برنس في الشاشه وبره الشاشه وجنب الشاشه، النبي ما تقتلني، انا اسف خلاص. طب وانا لو عملت كده انت قدام نفسك هتحس انك راجل فعلا وتقدر تحميها بجد؟
انا اسف يا جماعه، انا مش هقدر اعمل اللي انتوا عايزينه ده. يعني ايه يا استاذ ياسر؟ يعني هتبيعني؟ هتتخلى عني؟ ليه هتخلى عنك دي؟ انت قاعد مع خطيبتك، ما تتعدل. انا اسف. مراتك لازم تشوف البطل الحقيقي اللي جواك، مش البطل المزيف اللي انت عمال توهمها بيه. مراتك لازم تحس انك راجل وتقدر تحميها بجد، والا يبقى فعلا ما تستاهلهاش. حل مشكلتك مش عندي يا استاذ عمر، حل مشكلتك في ايدك. اتفضلوا بقى، مع السلامه. طب ممكن اقول حاجه؟ مع السلامه. والله كنت هقول الله يسلمك والله العظيم. عم انا عايزك تعرف ان مفيش حد في العالم هيحب نسمة بنتك قدي. اول مرة شفت فيها نسمة قلت هي دي البني ادمة الوحيدة اللي عايز اكمل معاها حياتي. هي دي ام اولادي. كان نفسي اخلف منها بنت وتبقى شبهها وشقية زيها، بس للاسف مش كل حاجة بتمناها البني ادم بتتحقق. عمي نسمة تستحق حد احسن مني. يعني ايه الكلام ده؟ انت ناوي تطلقها؟ والله يا ابني الظاهر مفيش حل غير كده، مع اني ما كنتش اتمنى كده، بس هنقول ايه؟ ادينا لك فرص كتير وانت بصراحه طلعت عين ابونا. في ايه؟ بقولك يا عمي، هو في حد بيشاش في البيت؟ انا كنت بشايش بس بطلت من زمان. ايوه يا عمي، بس دي مش شيشه، ده ريحه شياط. في ايه؟ شوكة يا شوكة، الحقنا يا شوكة. يا بنت، الدور الفوقاني كله مولع نار. ونسمة فين؟ قافلة على نفسها الباب والنار كلها محوطاها. بنتي، مراتك لازم تشوف البطل الحقيقي اللي جواك، مش البطل المزيف اللي انت عمال توهمها بيه. مراتك لازم تحس انك راجل، لازم تحس انك راجل. انت رايح فين؟ بشويش. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا فوق. الحمد لله على سلامتك يا عمر. الحمد لله. بجد يا عمر انا مش عارفه اقول لك ايه، انت فعلا جيت في الوقت المناسب، ربنا يخليك لينا. شوف يا عمر، رغم ان البيت كله ولع والصيغه بتاعت كاميليا كلها ضاعت، بس انا فخور بيك يا ولد. وهو كان لازم البيت يولع يا عمي ويجي لي تسلخات علشان تبقى فخور بيا كده؟ انا كنت حابب اقول حاجه يا عم، معلش. قول يا حبيبي. بما ان الدنيا الحمد لله اتطربقت على دماغ حضرتك خلاص وخسرت دنيتك، فاعمل حاجه اكسب بيها اخرتك. عندك حق، انا ههد البيت ده وابني جامع. لا مش قصدي كده، انا قصدي يعني اتجوزنا انا ونادين الاسبوع الجاي وهو نتلم في بيت كلنا وناخدكم معانا في البيت. هو بيتكلم صح، احنا نعمل الفرح ونتجوز وانتوا تيجوا تقعدوا معانا بدل ما انتوا مرمين في الشارع كده. عمر، بعد اللي انت عملته عشاني انا مش هخاف من حاجه في الدنيا. هواجه الكون كله، هتحدى العالم. لا بقول لك ايه، ما تتعشميش قوي كده. انا مش مصدقه ان انت عملت كل ده عشاني بصراحه. ولا انا. ثانيه واحده. الو. الحمد
الحمد لله على السلامة يا بطل. ألف سلامة على إيدك. مين اللي بيتكلم؟ بص كده على يمينك. شفت انت ازاي طلعت بطل بجد قدام مراتك؟ يا نهار اسود، هو انت اللي ولعت في فيلة الراجل؟ كان لازم تتحط في اختبار حقيقي علشان البطل اللي جواك يطلع. بطل ايه؟ وجالك قلب تعمل كده؟ في ناس فاكرين انهم لوحدهم اللي بيلعبوا بالنار، بس برضه رحيم ما بيرحمش حد. لا ده كده رحيم مجنون بجد. بس بصراحة أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أستاذ ياسر، ألف شكر. عيب، ده إحنا إخوات ولا إيه؟ ولا إيه؟ على السلامة. تعالى هنا ده فين يا مبلوط؟ البيت اتحرق وطيبين. الحمد لله عدت على خير. احنا اغنياء طيبين. كلنا